السلام عليكم يا جماعة. تاني أسبوع ليا في الكلية كان في دكتور قال لنا يا جماعة لو في حد عنده تجارب سابقة مع البرمجة يا ريت يبعتها لي على الإيميل. ساعتها بعت له أول كود لعبة كتبتها في حياتي، أول لعبة عملتها وهي لعبة التعبان. ده كان أول كود أكتبه وأبقى عامله من الصفر من غير مساعدة ومن غير أي توتوريالز. وأكبر مشكلة عملتها وقتها هو إني ما بدأتش أتعلم برمجة في سن الستة أشهر، بس أنا مبسوط يعني أنا سعيد الحقيقة. الواحد برضك إيه يعني، ده كان نتاج معاناة كبيرة جدا بالنسبة لي، وبالرغم من بساطة الكود النهارده أنا حابب أعمل نفس اللعبة البسيطة ديّة بس بمحرك الألعاب بتاعي. أيوه هنعمل محرك ألعاب النهارده، ما فيش بقى يونيتي ولا Unreal Engine، اركن لي بقى كل الحاجات دي على جنب، عشان النهارده عايزين نعمل Game Engine. عشان تعمل محرك ألعاب أنت مش محتاج كل الحاجات اللي موجودة في الGame Engines التانية، يعني حاجة زي Unreal Engine مثلًا والّا Unity بيبقى فيهم الPhysics Engines العملاقة والّا الmenus الكتير أوي ديّة، الحاجات اللي أنت عمرك ما بتستخدمها، يعني أنت بتستخدم حاجات بسيطة على القد عشان تعمل اللعبة التافهة بتاعتك زي ما هنعمل النهارده. فأنت مش محتاج كل دوّة، كل اللي إحنا محتاجينه هي شوية components بسيطة، وأكتر حاجة مهمة في الcomponents ديّة هو الrenderer أو الgraphics engine. هو ده السيستم اللي هتدّي له الأمر إن هو يرسم لك حاجة على الشاشة، هيرسم لك حاجة على الشاشة. وبما إننا هنعمل 2D game engine دلوقتي، فإحنا الحاجات اللي إحنا عايزين نرسمها هي حاجات بسيطة، زي مثلًا عايزين نرسم خط، عايزين نرسم دايرة، عايزين نرسم quad اللي هو مربع، عايزين نرسم مثلث مثلًا. عامةً كل الأشكال اللي أنا قُلتها دلوقتي ديّة مكوّنة من عدة نقط كتير متوصّلة ببعضها، فأدِّت إن يبقى في شكل زي المربع أو الدايرة أو المثلث. فإحنا كده المفروض نعمل system اللي هو الgraphics engine أو الrenderer، نقول له إيه، خُد دي النقط بتاعتنا بتاعة الشكل اللي أنا عايز أرسمه، وخُد ارسمها لي في مكان معيّن جوّه الشاشة. فهو المفروض ياخد النقط ديّة يحلّلها، يفهم قصدي، وبعد كده يعمل اللي أنا قُلت له عليه. عارف بقى مين بيرسم النقط دي؟ أيوه هو كارت الشاشة. إحنا بنبعت النقط ديّة لكارت الشاشة، يقوم مخرّج لنا من الناحية التانية على الشاشة بتاعة الكمبيوتر الشكل اللي أنا قُلت له ارسمه. طب هو بيعمل كده إزاي؟ مش مشكلتنا، مش مهم نعرف حاجة زي كده، بس هو ده السيستم اللي إحنا عايزين نعمله. طيب إزاي بقى بتتواصل مع كارت الشاشة؟ عن طريق حاجة اسمها graphics API. الgraphics API دوّة هو الinterface اللي أنت بتستخدمها عشان تتواصل مع كارت الشاشة بتاعك عشان تطلب منه حاجات معيّنة يعملها لك، من غير ما تشوف الكود اللي الشركة عملته. تعالَ ناخد شكل بسيط مثلًا زي المثلث. المثلث دوّة مكوّن من 3 نقط، أو المثلث اللي فيه 3 نقط بس دول تقدر ترسم بيه أي شكل في العالم، أي شكل بيترسم على الكمبيوتر تقدر ترسمه بالمثلث دوّة. يعني لو عرفت ترسم مثلث هتقدر ترسم مربع، اللي هُم مثلث تحت ومثلث فوق. طب عرفت ترسم مثلث هتعرف ترسم دايرة على فكرة عادي. فالمثلث ده يعني شكل خطير موت، هتحبه جدًا المثلث. طيب المثلث المكوّن من 3 نقط دول بقى إيه حكايته؟ إزاي نقول للGPU باقول لك إيه، بُص دول ال3 نقط بتوعنا عايزين نعمل منهم مثلث. المفروض إن أنت بتكتب كود اسمه الvertex shader، ودوّة هو عبارة عن كود بيشتغل على الGPU عشان يprocess الdata بتاعتك اللي هي عبارة عن الvertices أو النقط. مثلًا لو أنت عايز تتلاعب بالنقط ديّة، عايز تحرّكها، عايز تكبّرها، عايز تعمل لها rotation، فدي الحاجات اللي أنت تقدر تعملها جوّه الvertex shader. بعد المرحلة ديّة الGPU بتاعنا بيعمل حاجة اسمها primitive assembly، وهو بيشوف الشكل اللي أنت طلبته منه دوّة هو عبارة عن إيه. ففي حالتنا كان مثلث، فهو بيقوم موصّل النقط ديّة ببعضها اللي هم ال3 نقط دول، فبيبقى عمل شكل المثلث بتاعنا. بعد الprimitive assembly الGPU بتاعنا بيعمل حاجة اسمها rasterization، ودي العملية اللي فيها الGPU بيشوف الprimitive shape بتاعنا اللي هو عبارة عن مثلث في الحالة ديّة واخد قد إيه pixels من الشاشة بتاعتنا، وبيعمل عملية الfragmentation ديّة. بيقول لك إيه، على فكرة المثلث دوّة مثلًا خد ال400 بيكسل دول من الشاشة. ليه بقى بيحصل كده؟ عشان المرحلة اللي جاية اللي هي عبارة عن مرحلة الfragment shader، بتكتب كود تاني، الكود دوّة هو بقى اللي بيشتغل على الpixels اللي عملية الrasterization طلّعتها. طيب في الfragment shader دوّة تقدر تعمل إيه؟ إحنا قُلنا في الvertex shader تقدر تmanipulate الvertices، عايز تلعب بيهم، عايز تحرّكهم، تعمل لهم rotation، تعمل scale للvertices. إنما الfragment shader بقى ده المسؤول عن تلوين الpixels. وبكده بقى عندنا المثلث اللي أنت شايفه قدّامك دوّة. أهو المثلث دوّة برغم بساطة شكله إلا إن هو الbuilding block بتاعة أي شكل بيترسم على الكمبيوتر. طبعًا اللعبة ما بتبقاش مجرد صور بتترسم بس، يعني بيبقى في events مثلًا لمّا تنُط، مش عايز تلعب animation لمّا تنُط مثلًا، أو لو جالك فلوس فتقول للUI على فكرة أنا جالي القيمة معيّنة زوّدها لي في الUI. فإحنا محتاجين event system يربط لنا
لنا الدنيا دي كلها ببعضها وينوتيفاي كل السيستمز باكشن معين حصل. والايفنت سيستم في الجيم انجن دوت بسيط جدا، يعني انت بتكريت ايفنت معين، والايفنت دوت تقدر تسبسكرايب ليه، تقدر تخلي السيستمز اللي عندك المهتمه بالايفنت المعين دوت تسبسكرايب للايفنت دوت، ولما الايفنت دوت بيحصل بتنوتيفاي كل السبسكرايبرز بتوع الايفنت دوت ان الايفنت ده حصل. وما ينفعش ننسى ان احنا محتاجين نتحرك اصلا عشان يحصل اي ايفنتس جوه اللعبه، فعشان كده محتاجين نهندل الانبوت بتاع اليوزر. وهنا خليني اقول لك ان انا بستخدم تايب سكريبت، يعني الويندو بتاعتنا هي عباره عن الصفحه بتاعت المتصفح اللي قدامك ديت، وعشان نهندل الانبوت بتاع اليوزر فاحنا بنستخدم الايفنتس اللي جوه المتصفح عشان نلسن للكيز بتاعت الكيبورد مثلا. الحاجات بقى بتاعتنا دي كلها عمرها ما هتبان ولا يبقى ليها شخصيه لو ما فيش انيميشن. والانيميشن سيستم اللي انا عامله هو بسيط جدا، يعني عارف انت الكتاب اللي بيبقى مرسوم فيه صور لشخصيه معينه، كل صفحه فيها بوز معين للشخصيه ديت، ولما حد بيفر الكتاب دوت الانيميشن بيلعب، هو ده بالظبط الانيميشن سيستم اللي انا عامله. وبكده احنا بقى معانا الكور كومبوننتس اللي نقدر نعمل بيهم لعبه. وانا هنا لسه ما اتكلمتش عن حاجه مثلا زي الفيزيكس انجن ولا حاجه، لان دوت انا سايبه الفيديو تاني. الحقيقه طبعا اللي انت شايفه في الفيديو دوت هو نسخه قديمه من الجيم انجن. في حاجات كتير جدا ضفتها للجيم انجن دوت، زي مثلا في تايل ماب اديتور لو انا عايز اديت المابس او ديزاين ماب معينه، وفي سين مانجر عشان لو في كذا سين في اللعبه، في عندك انتيتي كومبوننت سيستم عشان مش عارف عشان ايه الحقيقه، بس الجيم انجن دوت مثلا شغال على 2 باك اندز، اوبن جي ال او اللي هي ويب جي ال يعني، ويب جي بي يو. المهم ان احنا دلوقتي عايزين نعمل اللعبه بتاعتنا، ولو انت كمان حابب تستخدم الجيم انجن دوت عشان تعمل بيه لعبه فالموضوع بسيط جدا. كل اللي انت محتاج تعمله انك تخش تعمل كلون للريبوزيتوري ديت، بعد كده خش هنا على اكزامبلز تقدر تشوف الكود بتاع التعبان. عشان تعمل لعبه الموضوع بسيط جدا، انت بتعمل كلاس جديد وبتنهرنت من الكلاس اللي اسمه ابلكيشن، وهيبقى متاح ليك كل الفانكشناليتيز وكل السيستمز اللي تقدر تعمل بيها لعبه. يعني عندك مثلا الانتيتي مانجر، او عندك الريندرر، او عندك الكاميرا، او عندك الانبوت سيستم، وعندك الانتيتي كومبوننت سيستم والى اخره. بعد كده عندنا 3 فانكشنز، اول واحده اسمها اون انيت، ودي بيحصل جواها اي حاجه لها علاقه بالانيشاليزيشن زي الانتيتيز مثلا اللي عندك. احنا عندنا هنا التعبان ده عباره عن انتيتي، وعندنا الفود مثلا ده عباره عن انتيتي. عايز مثلا اخلي التعبان بتاعنا دايما يسبون في النص، فهخلي الانيشال بوزيشن بتاعه في النص. عايز اغير سرعه التعبان، اخليه اسرع، اخليه ابطا، كل الكلام دوت هتعمله في الفانكشن اللي اسمها اون انيت. بعد كده عندنا الفانكشن الثانيه اللي هي اون ريندر، ودي اللي جواها بترسم الحاجه، دي اللي كل فريم الحاجه اللي جواها بتترسم. يعني مثلا التعبان بتاعنا دوت هو عباره عن مربع بسيط، فزي ما انت شايف انا بنادي على فانكشن اسمها درو كواد، ودي جوه الريندرر بتاعنا اللي هو 2 دي ريندرر. والفانكشن دي بتاخد البوزيشن اللي عايز ترسم فيه الكواد بتاعنا، وبتاخد السايز بتاع الكواد والكلر لو انت عايز تحط كلر، ونوع الكواد دوت ايه، هل هو دايناميك ولا ستاتيك، بمعنى هل عايز الكواد اللي يترسم دوت ما يتاثرش بحركه الكاميرا ويفضل دايما ثابت في الشاشه ولا لا. وعندنا اخت الفانكشن ديت اللي هي درو سبرايت. درو سبرايت ديت هي نفس الدرو كواد، ولكن الفرق انها بدل ما بترسم كواد والكواد دوت متلون بلون عادي، لا بترسمه وعليه تكستشر صوره يعني. بعد كده تحت هتلاقيني برسم 4 كوادز تانيين، وهم دول الحيطه بتاعت اللعبه بتاعتنا. انا عامل الحيطه في الاكزامبل دوت هارد كودد، زيها زي بالظبط الكوليجن ديتكشن بتاعنا في اللعبه ديت، كل حاجه هارد كودد، ولكن كل الكلام دوت متغير في الفيرجن اللي بعد كده بعد ما عملت الفيزيكس انجن يعني. فالموضوع تمام، ما تقلقش في فيزيكس انجن. بعد كده هتلاقيني برسم السيجمنتس بتاعت التعبان بتاعنا، وبكده نكون خلصنا جزء الريندرنج. بعد كده نيجي لاخر فانكشن وهي الاون ابديت، ودي اللي جواها بتعمل اللوجيك بتاع اللعبه. برضك هتلاقيني هنا بستخدم الكيز بتاعت الانبوت سيستم، عاملها هارد كودد جوه اللعبه نفسها. الكلام دوت مش موجود برضك في النسخه اللي بعد كده، ما تقلقش يعني. بس جوه بقى هنا بشوف هل هو خبط الحيطه ولا لا، لو خبطها بخليه يخسر. بعد كده هتلاقيني هنا بشوف الديستانس ما بين التعبان وما بين الاكل عشان اشوف هل هكبر التعبان ولا لا. وبكده نكون عملنا لعبه التعبان اللي انت شايفها قدامك دي. الحقيقه انا مش عايز احرق عليك كم المتعه الرهيبه اللي موجوده في اللعبه ديت ولا الميكانيكس الفظيعه، فهسيبك تكتشف الكلام دوت بنفسك. خش على جيت هاب واعمل كلون للريبوزيتوري وخش العب اللعبه يعني.